ونستنكر أعمال داعش وخلاياهم النايمة لهالوقت هذا. في خلايا نايمة بالمنطقة. مع هالشيء هذا أكبر حادثة السجن لما طلعوا الدواعش هددوا المنطقة وهددوا الأهالي. بس مع هالشيء هذا إحنا لقينا مؤازرة من الأهالي، والأهالي ما كانوا حاضنة لداعش. أهالي غويران وأهالي حي الزور وقفوا بصمود وما تركوا بيوتهم، وما حاولوا قدر إمكانهم إنه ما يكونوا حاضنة داعش. بس مع هالشيء هذا لسه في يعني خلايا نايمة، والشيء هذا لسه يهدد المنطقة. واحنا نناشد شعوبنا ما شرق سوريا بانه يوقفوا مع سوريا الديمقراطيه ويآزروا حمايه الاسايش، بحيث انه ننهي على هذا الارهاب داعش يعني بشكل كامل وخلاياه النايمه. مواطن عبد الله طلاع من اهالي حي غويران الغربي. يعني بجميع الدول هي اخطر منظمه، والقضاء على داعش وعلى خلايا داعش لسه لها خلايا. وقوات سوريا الديمقراطية يعني ما قصرت ومشت بتمشيط أكثر على ذلك. يعني إنه الدليل على ذلك بتل حميس لقوا عدة مستودعات أسلحة كمية كبيرة. داعش لم تنتهي. لازم نطلب من الأهالي والعشائر أن يصطفوا إلى حول قوات سوريا الديمقراطية والأمن الداخلي. لازم يتعاونون مع القوى الأمن الداخلي، لازم يتكاتفون الأهالي. أي شيء يلاحظون عليه شيء مو مضبوط أو مو طبيعي بيخبروا مباشرة قوى الأمن الداخلي. أقرب نقطة لهم يخبروا، يعني لازم يخبروا أي جهة معنية بهذا الأمر. عم تهدد، ونعم موجودة خلايا نائمة ونفوس دنيئة ونفوس رديئة. كل من يتعاون مع هذه المجموعات الإرهابية. فيها الحملة الإنسانية اللي قاموا فيها الرفاق، الله يعطيهم العافية. ونطالب بالمزيد والتمشيط والأمن والأمان في هذا المخيم. لقوا أسلحة وجابت نتيجة واعتقلوا بعض الأشخاص الإرهابيين، ولا يزال في المخيم منظمات إرهابية. احنا نطالب من الجهات المعنية أن تزيد وتكثف الحملات على هذا المخيم. عبد السلام عواد من اهالي المنطقه، من سكان الحي. طبعا تنظيم داعش يشكل خطر على المنطقه وعلى الشعوب بشكل عام، ويشكل خطر عالمي، يشكل خطر على مستوى العالم. فمسؤوليه الامن مسؤوليه الجميع. الواجب من الاهالي اللي يترتب على الاهالي انه يتعاونون مع قوى الامن الداخلي ومع قوات سوريا الديمقراطية حتى نحد من هالخطر هذا. وصار أكثر من حادثة، صارت هنا حادثة غويران، حادثة سجن غويران راح ضحاياها 121 شهيد بحي غويران. الحملة الإنسانية بالهول تم القبض على أعضاء الخلايا الإرهابية، وتم تحرير أسراء وراح فيها شهداء. فالحملات الإنسانية احنا نطالب بها ونشجع الحملات الإنسانية للقضاء على هالخطر. طبعا قوات سوريا الديمقراطية قضت على تنظيم داعش تقريبا بشكل كامل، لكن لا زال في خلايا ببعض المناطق، وطبعا متسترة الخلايا مي ظاهرة حتى يلقون القبض عليها أو يحاربونها بشكل مباشر. نشد الأهالي بأنه اللي يشوف خلية أو يصير له خبر عن خلية لا يتستر ولا يخاف. تشكل خطر كبير على المجتمع كامل، المحلي والعالمي، عالميا ودوليا أبدا.